السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناة ديليسا هما. ان شاء الله اليوم غادي نوجدوا لاير كيك بغاناش مونتي بالابيض بالشوكولا بيضاء. غادي نحتاجوا للغاناش هنايا 400 غرام ديال الشوكولاته البيضاء من نوعيه جيده، 250 غرام ديال الكريمه، وعندي هنايا 80 غرام ديال الزبده. كان سبق ليا وقدمت لكم لاير كيك بشوكولا سوداء. اليوم ان شاء الله غادي نقدموها بشوكولاته بيضاء. فكاين اللي ما كيبغيش الشكلاط كحل. هنا غادي نديرو حمام مريم، غادي نديرو فيه هاد الشكلاط يذوب، وفي نفس الوقت الكريمه كنسخنوها. بالنسبه للكاناش مونطي بالشوكولاته السوداء ان شاء الله غادي نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف، وكذلك بالنسبه للفيديو يعني كامل، يعني بالجنواز بالمونتاج بكل شيء، لان اليوم غادي ندير معكم غير تزيين فقط، ما غاديش ندير معكم الجنواز والمونتاج. غادي ندير معكم الجزء الاول اللي فيه كيفاش غادي نغلفوا اللاير كيك بالكاناش مونطي ابيض، وكيفاش غادي يعني نمونطيوه نقادوه، ومن بعد غندير لكم الجزء الثاني اللي فيه كيفاش غادي نزينوه بالورود بعجينه السكر ان شاء الله. اذا هنا من بعد ما سخنات لي الكريمه ومن بعد ما داب لي الشكلاط كنزيدوه فوق من الشوكولاته حتى كيذوب لينا تماما كيف ما كتشوفوا. وهنا غادي نضيف 80 غرام ديال الزبده. هاد الكاناش هادي كيجي لذيذ بزاف وتيجي رائع وناجح 100%. فجربوه ان شاء الله، غادي يعني تبقاو تستعملوه وما غاديش تستغناو عليه، وغادي ينجح لكم اكيد من اول تجربه. اذا هنا من بعد ما دابت لي الزبده غادي ناخذوا الكاناش ديالنا، غادي نغلفوه بفيلم كونتاكت يعني اللي غيكون كيلامس السطح ديالو، غادي نخليوه ليله كامله يبات عندنا ليله كامله. ومن بعد غادي نطلعوه في العجانه اولا بالباطوخ كيف ما بغيتو، باطوخ الكتريك ولا في العجانه كيف ما بغيتو. لان هنا غادي نستعمل انا العجانه، راه ممكن انكم تستعملوا الباطوغ الكتريك الا ما تتوفروش على العجانه. نطلعوا الكاناش ديالنا، الا كنتم مزروبين ممكن انكم توجدوه في الصباح وتخليوه حتى العشيه، اولا تسرعوا انكم تبردوه بسرعه ديروه في الكونجيلاتور. لان هنا غادي نقاد لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. هنايا من بعد ما غادي نطربوه كيفاش غيولي الشكل ديالو. اذا غادي ندير سرعه قصوى حتى كيضاعف الحجم ديالو وتيولي يعني خفيف بحال الانموس كيف ما كيبان لكم، كيجي قريب لاموس. ها هو هنايا غاناش مونتي طالع مزيان وناجح 100%. لان هنا عندي كيك ديالي اللي هو واجد يعني عامر مونتي، فغادي نخلي لكم في صندوق الوصف يعني الرابط ديال لاير كيك اللي وجدته باللون الاسود. وهنا كنبداو من الفوق، كنستعملوا لابوش باش كتسهل علينا كيف ما كتشوفوا بطريقه سهله بسيطه دغيا دغيا، ما كيضيع لناش الوقت بزاف. ومن بعد غنديروا الجوانب بهذه الطريقه، يعني كندوروه كامل بهذه الطريقه. يعني انا غادي نعطيكم طريقه سهله باش تخدموا هاد اللاير كيك ديالكم ويجيكم ناجح. وبالنسبه لهاد كاضافه، فالا بغيتوا ديروه باللون اللي بغيتوا غادي تضيفوا اللون اللي بغيتوه على حسب التام اللي غادي توجدوه. فانا خليته لكم هنا بالابيض، راه ممكن ديروه بالوردي، ممكن ديروه باللون الازرق، فاللون اللي بغيتو كتضيفوه للشكلاط ملي كيكون تيذوب، وكتلونوه بالطريقه اللي بغيتو. صافي كناخذ هنايا هاد الاداه هادي باش كنسرحوه مزيان. هو اللي غادي يعاونكم هو ان يكون عندكم هذاك الصحن اللي تيدور، وتكون عندكم هاد الاداه هادي اللي يكون العلو ديالها فايت 20 سنتيم باش كتسهل عليكم العمليه ديال التغلاف. انا كنحاول دابا كنعمر بعدا غير البلايص كاملين، عاد من بعد غادي نبدا تنسرح. كنحاول كنتوما كتشوفوا كنقص من شي بلاصه وكنزيد في البلايص اللي ناقصيني، وغادي نبداو نقادو الفوق والاول ومن بعد غنقادو الجانب، وحنا تندوروا التبصيل. الا ما عندكمش
باش غادي تقادوا الوجه، راه ممكن تستعملوا غير مسطره. هنا مني كنعمر كيف ما كتشوفوا. صافي غنبدا نقاد، وانا تندور وكنقص هذوك الزوائد باش كيتقاد ليا السطح. ما حدي كنقص، ما حدي السطح ديالها كيتقاد. صافي غادي نستمروا بهذه الطريقه ساهله ماهله. كيف ما قلت لكم، الا استعملتوا لابوش عفوا، راه كتسهل عليكم على انكم تبقاو يعني تضيعوا الوقت بزاف انكم تغلفوها بالكاناش. هنا كتبقاو غير كتقادوا. صافي راه حنا عمرناها في الاول، كنبقاو نقادوا. وشتو ها نتوما كتشوفوا دغيا كيبدا يتقاد، دغيا تبدا تبان لينا الحلوه ديالنا. انا غنستمر بهذه الطريقه حتى كتقاد السطح مزيان. غير هو كنصيحه، فدائما ملي تقادوا حاولوا انكم تحيدوا هذوك الزوائد باش كيتقاد لكم السطح. وكنبقى ندور فين ما بانت لي شي بلاصه اللي باقا ما تقادتش كنعاود نقادها. هنا من بعد ما قاديت السطح غادي نزين من الفوق ومن التحت بهاد الحبيبات هادو ديال السكر اللي كيكونوا ملونين على حسب كيف ما قلت لكم لو تم. حتى هما راه كاينين بالالوان. انا غادي نديرهم هنا باللون الاصفر الذهبي، والفوق غادي ندير الدميعات بالشوكولاته البيضاء اللي كندير فيها شويه د الكريمه وكنلونها باللون اللي بغيت. يعني هنا درت اللون الاصفر فغادي نلونها بالاصفر. هاد السكر حبيبات راه تيتباع عند اللي تيبيع لوازم الحلويات بالالوان اللي بغيتو، بالاحمر بالازرق، يعني اللوينات كاملين موجودين. هنا كنزين غير الاسفل فقط، هذا كاقتراح، فممكن انكم تزينوا بالطريقه اللي بغيتو. من بعد كنحيد كننظف الصحن ديالي من الاسفل، وكنكون وجدنا الكناش اللي غادي نديرو به الدميعات. كنلوناه بالاصفر. كناخذ واحد الشيته كنظف الصحن بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا غادي ناخذ واحد لابوش حتى هي اللي عمرتها بالشوكولاته الملونه باش نديرو الدميعات. فما بغيتش نعاود معكم الجنواز والمونتاج ديال لاير كيك لان سبق لي وقدمته لكم، ولكن ان شاء الله في حلقات مقبله غادي نقدم لكم جنواز بطريقه اخرى ومونتاج بشكل اخر ديال كيك ديزاين. صافي كندوروا بهذه الطريقه، وفي الوسط راه حنا غنعمروه كامل. البلاصه اللي بان لينا ناقصه كنزيدوا فيها شويه ديال الدميعات كيف ما كتشوفوا. يعني كيتحطوا بطريقه عشوائيه، راه فما كايناش شي طريقه اللي هي منظمه ولا منتظمه اللي خصنا نحطوها بها، والطريقه عشوائيه وكيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا. وحنا تندوروا، حنا تنشوفوا البلاصه اللي ناقصه كنزيدوا فيها باش يهبط. تجينا وحده هابطه وحده ناقصه، ماشي بالضروره كلهم يكون عندهم نفس ها نتوما كتشوفوا معايا وحدين عندي هابطين وحدين ناقصين شي شويه. داكشي اللي بقى ليا كنديروه في الوسط الفوق ديال الكاطو باش كنغلفوه. صافي غادي يبقى لنا اننا نزينوه التزيين النهائي اللي هو بالوريدات. غادي نوريهم لكم في الجزء الثاني ديال هذا الفيديو ان شاء الله. صافي هنا كنسرحوا السطح. ممكن اننا نحتفظوا به في الثلاجه، ماشي مشكل، يجمد ويشد في راسو. وكندوزو من بعد للتزيين. فبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا معايا الجزء الثاني غدا ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الاصدقاء والاحباب. واللي تيزور القناه لاول مره ما ينساش يدير اشتراك بالقناه ويضغط على الجرس باش يوصلوا جديد الوصفات ديالي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.